Hallo Freunde, heute gibt es eine neue Lektion auf meinem Kanal Deutsch mit wir. أهلا أصدقائي، النهاردة درس جديد من دروس قناتنا Deutsch mit wir. Präpositionen mit Akkusativ، أحرف الجر اللي بتيجي بعدها حالة الأكوزاتيف. وحروف الجر اللي بيجي بعدها حالة الأكوزاتيف هي durch, für, gegen, ohne, bis. بس قبل ما نبدأ بالأمثلة بتاعتنا هنفكركم بأدوات التعريف والتنكير في حالة الأكوزاتيف. في المذكر في النوميناتيف der وein، في الأكوزاتيف den وeinen. الحيادي das ein وdas ein. في المؤنث die eine. وفي الجمع مفيش غير التعريف بس die، وفي الأكوزاتيف die. نبدأ بأول حرف جر durch، يعني عبر أو خلال. المثال بتاعنا das Haus wurde durch ein Feuer zerstört. دمر المنزل من جراء إطلاق النار. بعد durch جه الأكوزاتيف ein Feuer. Ich schaue durch den Foto. أنا أنظر من خلال الصورة. بعد durch جه الأكوزاتيف den Foto. تاني حرف جر معانا für، يعني من أجل أو لي. المثال بتاعنا bitte gib mir 20 Mark für die Theaterkarten. من فضلك اعطيني 20 مارك لتذكرة المسرح. für الحرف الجر دي Theaterkarten حالة الأكوزاتيف. ثالث حرف جر معانا gegen، يعني مقابل أو تقريبا أو في اتجاه. المثال بتاعنا الأولاني اشتهى gegen den Apfelbaum. أنا أقف في مقابل شجرة التفاح. اشتهى gegen den Apfelbaum. كده حالة الأكوزاتيف هي den Apfelbaum بعد حرف الجر gegen. المثال الثاني der Bus fuhr gegen den Baum. der Bus fuhr مش مفهومة لوحدها، gegen den Baum في اتجاه الشجرة. جه حرف الجر gegen، جه بعديها الأكوزاتيف اللي بيوضح معنى الجملة كلها. رابع حرف الجر معانا ohne، يعني بدون. أول مثال في حرف الجر ohne euch wäre ich vielleicht nicht mehr hier. بدونكم ربما لم أكن هنا. المثال الثاني معانا ohne den Lehrer lernst du kein Deutsch. بدون المعلم لن تتعلم الألمانية. ohne جه بعدها حالة الأكوزاتيف den Lehrer. خامس حرف جر معانا النهاردة على للساعة أو حول. المثال بتاعنا unser Zug fährt 9:25 Uhr ab. هنا حرف الجر جه بعدها الأكوزاتيف ميعاد الساعة، يعني قطارنا ينطلق. ما ينفعش تقول ينطلق على الساعة 9:25. المثال الثاني ein Weg führt den Sportplatz. في مسار يؤدي إلى ملعب الرياضة، الملاعب الرياضية. هنا حرف الجر يعني إلى. وضح معنى الجملة إن في المسار هو اللي بيودي على الملاعب الرياضية. في حالة الأكوزاتيف هي اللي جت بعد حرف الجر اللي هي الملاعب الرياضية. حرف الجر الأخير النهاردة معنا bis، يعني إلى. المثال بتاعنا der Zug fährt nur bis Hamburg. القطار يسافر ويصل فقط إلى مدينة هامبورغ. ما تقدرش تقول بس der Zug fährt nur. bis هامبورغ كملت الجملة بحرف الجر والأكوزاتيف اللي بعديها. der Unterricht dauert bis 2 Uhr. الحصة الدراسية تستمر إلى الساعة الثانية. bis حرف الجر 2 Uhr هو الأكوزاتيف اللي وضح بقية الجملة أو وضح معنى الجملة. كده احنا خلصنا درس مهم النهاردة Präpositionen mit Akkusativ، والحصة الجاية درس مهم تاني Präpositionen mit Dativ. لو عجبك الدرس دوس لايك وشير الفيديو، ولو ما اشتركتش معايا لغاية دلوقتي في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد بنقدمه. Auf Wiedersehen.